الفوز لماذا ان شاء الله باذن الله في هذه المباراه وفي هذا اللقاء تحديدا امام الاشقاء من مصر. تعطى في هذه اللحظات ضربه البدايه وندخل للمنتخب المصري، فيدخل لهذه المقابله بعادل منعم علي من الجهه اليسرى. عمليه بناء هذه الكره بهذا الشكل ومباشره صوب ايضا الفئات العمريه السنيه للمنتخب الوطني المغربي، وايضا هي واجهه من التباري مع الاشقاء المصريين الذين يتوفرون ايضا. كرة من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي، هذه تصويبة ممتازة ولكن كان دورة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. نشوف هنا كرة ممتازة رأسية بهذه الكيفية تعود مرة أخرى لتكون على مستوى خط الوسط على مستوى رقعة الملعب، وواحد من الأسماء التي تصبو من أجل تحقيق من الجهة اليمنى إمكانية التمرير أو التصويب. كل شيء ممكن تصويبه ولكن مباشرة صوب الحارس. الانطلاقة الهجومية بهذه الكيفية، الصعود اللي كان في الأولى الأولى بن ياسين، هي المتابعة الجماهيرية الكبيرة. كرة تنفذ بهذه الكيفية داخل منطقة الجزاء والحارس يتمكن من إبعاد الخطر. هذا هو المطلوب، هو إبعاد الخطر بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. تأتي الكرة الماضية محاولة تعود مرة أخرى لتكون داخل منطقة الجزاء لتجاوز هذا الامتحان من الكرات الثابتة. كرة في الركنية تنفذ داخل منطقة الجزاء راسية تعود لتكون مغربية بهذه الكيفية. تغطية تصويبة ممتازة والحارس في المكان المناسب يتمكن من إيقاف هذا الخطأ. خطر كان قادم وكان بالإمكان أن كرة من الجهة اليسرى، انطلاقة مرة ثانية مغربية، دخول داخل منطقة الجزاء. الجهة اليسرى انطلاقة من جانب ضحك يحافظ على كورته. معاد يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة مواتية لكن مدريان حاضرين بقوة. كرة مصرية الآن، تمرير عرضية جانبية، إبعاد للخطر ممتاز. تنفذ هذه الكرة ممتازة مباشرة صوب حلول بناء العمليات. تصويبة بعيدة تماما تخليه انه يكون لاعب. ممتاز، هذه ممتازة داخل منطقة الجزاء، الحصول على ضربة جزاء يكون قريب. كرة تمرير عرضية جانبية، خروج خطأ للحارس. لاحظوا هنا كرة في الركنية مهمة، طول القامة مهم أيضا، رأسية وإبعاد من جانب أحمد سليمان. تعود مرة أخرى مغربية ممتازة يا معاد، عملية هجومية، فرصة ممتازة، إمكانية الاستغلال. جول أول. المغرب يفتتح التسجيل، المغرب يفتتح التسجيل 1-0. وبالسعيد كما هم حال لاعبي المنتخب الوطني المغربي. مكالي يطلب أن يحضر العقل وأن يكون هناك العودة النفسية للمقابلة، لكن عناصر المنتخب الوطني بسجود وأيضا بفرحة كبيرة للاعبين. نشاهد هنا كيفية بناء العملية الهجومية، تحضير جاء بهذه الصورة، بعد ذلك تصويبة، وجد الطريقة والسبيل نحو المرمى. نشوف الطريقة اللي جات من خلال هذه الكرة والتحضير اللي جاء. سعد الحداد تحدثنا عليك منذ لحظات يا سعد، هو من يتمكن من وضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول في هذا اللقاء. سعد الحداد قلنا أنه ثم بعد ذلك طريقة استخلاص هذه الكرة تدرس صراحة، تدرس، ثم بعد ذلك استثمار يأتي في آخر. صعبة الجهة اليمنى شغالة كما قال، تمريرة ممتازة كان بالإمكان. كان مصري الجهة اليمنى، تمريرة عرضية جانبية رأسية بهذه الكيفية، تعود لتكون مغربي. مهارات ديال لاعبي المنتخب المصري في بناء العمليات الهجوميه بهذه الكيفيه. في الوقت اللي تابعنا العمليه الماضيه وايضا تابعنا ترقي البطاقه ديال سعد الحداد اللي قلنا على انه في فينيسيا. اذا جوله اولى كما تابعنا مشاهدينا الكرام بهذه الكيفيه وبهذه الصوره تعلن نهايه فينيسيا. لعب 3 ديال اللقاءات بالسيريا A ولعب ايضا منافسات الكاس، ويعتبر من خيرة اللاعبين. سجل هدفا اولا في هذه المباراه ويبحث من اجل التالق رفقاء الان فيما تبقى من هذا اللقاء. تعطى صافره انطلاقه الشوط الثاني، الاعلان عن انطلاقه صافره الشوط الثاني. المشاركه من ايمن رقيق لاعب اللي يلعب في سوسيداد ديبورتيفا ويسكا. كره مغربيه، محاوله ممتازه داخل منطقه الجزاء، تفضيل للتصويب المباشر عوض التمرير. ذاك ما اتى من اقدام لاعب في مشاركته اليوم انه يكون حاضر بقوه. ياسين جسمي، كره ممتازه بهذه الكيفيه والحارس في المكان المناسب. ياسين جسمي يلعب في دوك فريق اتحاد الزمالك خميسات، وايضا جيش ملكي. كره ممتازه بهذه الكيفيه،
مباشرة كرة من جانب المنتخب المصري داخل منطقة الجزاء، رأسية صعبة وهدف التعديل. هدف التعديل للعناصر المصرية في هذه المقابلة الآن يأتي بهذه الكيفية من الركنية. كرة لعبت داخل منطقة الجزاء 1-1. نتابع هنا الطريقة التي أتت من خلال هذه الكرة من محمد البنا. محمد البنا القاسم المشترك اللي سجل الهدف الاول للمنتخب الوطني المغربي وسعد الحداد. وسعد الحداد كان عنده رقم 14 ولاعب المنتخب المصري الان البنا عنده رقم 14. نشوفوا هنا الكيفيه اللي جات من خلال هذه الكره. تمريره داخل منطقه الجزاء وجد نفس كره في تماس ديال بناء العمليه الهجوميه بهذه الكيفيه. تمريره عرضيه يجب الحذر من مثل هذه الكرات العاليه. الوجه اليمنى ممتازه محاوله ديال المرور. ياسين جسمي بامكان ايمار. ياسين جسمي يلعب كره ديالو تمريره العمليه الهجوميه. تمريره رجال يسرى محاوله ديال تصويبه بهذه الكيفيه ممتازه. مجموعه من اللاعبين في فئات عمريه صغيره اللي بامكانهم ايضا ان يتالقوا وان يكونوا حاضرين على مستوى تمثيليه لكره القدم. من الجهه اليمنى عن طريق علي معمر. فرصه ممتازه. لماذا التسرع؟ لاعبين اثنين كان في وضعيه مثاليه، كان في وضعيه جيده، كان تسرع في التسديد ولكن واحده من المريه في محاوله للانسلال. لاحظوا المنتخب المصري بدا كيعتمد على الانسلالات ورجعت له الروح بعد تسجيل هدف التعديل. الوقت اللي كنشوفوا هنا سأتحدث منذ لحظات عن التحاق فريق عربي بكأس الأمم الأفريقية في المحاولة. تمريرة عرضية جانبية، فرصة إمكانية استثمار هذه الكرة. لا تزال من ضحاك يراوغ جوج لاعبين ثم بعد ذلك التصويبة تأتي بهذه الكيفية. تصويبة يمكن نقول أن لعبت بدهاء لكن لم تكن بشكل مع ما يلعب كرة مغربية ممتازة. فرصة تمريرة داخل منطقة الجزاء، رأسية هجومية. محاولة من فؤاد زواني، كرة ممتازة، فرصة الهدف والكرة في الشباك. جول مغربي، هدف ثاني مغربي والمسجل عثمان يضع الكرة في الشباك. عثمان معما يضع الكرة في الشباك. اللاعب البديل الذي دخل وقدم نفسه بصورة جيدة. يلعب في مونبولييه، يلعب في فرنسا بذكريات اتحاد جمهورية خميس نقولوها ونعاودوها. لاعب بطريقته باسلوبه بكيفيته وكيف انه صنع هذه الكره من الجهه اليمنى. عثمان مع ما يضع الكره في الشباك وكيف ان له السبيل والطريق اللي وضعها هذا لاعب، لان الاب ديالو ايضا لاعب يقيد نفسه ويرسم بصمه ديالو الخاصه ويوضع الكره في الشباك. شوفوا الاعاده من الجهه اليسرى، عمليه هجوميه ديالو الجهه اليسرى. الضحاك خلى الكره لعمر او لعب الكره ديالو. تنفذ هذه الكرة مباشرة. هذه الفرصة تنفذ مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. ما خلاش يسلم على اللاعب.